الله تبارك وتعالى القديم كان ምንድነው አዘልይ ማለት ነው ለመኖሩ መጀመሪያ የሌለው ማለት ነው الحمد لله القديم الاول ያሉ الاول ማለትም ልክ እንደዛው ነው ልክ القديم እንደ ማለት ነው الاول ብሎ ማለት اي الذي لا ابتداء لوجوده ለመኖሩ መጀመሪያ የሌለው ማለት ነው قديم እና اول ትርጉማቸው አንድ ነው الحمد لله القديم الاول الاخر الباقي بلا تحول ያሉ ከዛም በኋላ الاخر አሉ الله تبارك وتعالى آخر نو الأخير بلو مالت أي الذي لا نهاية لذاته ولا لصفاته لذات لصفاهم مجرشا إليه مالتنا إذن الآخر الباقي مالتس إيه الأخير الأول والأخير يميلو بقرآن لا يمطون الله تبارك وتعالى سورة الحديد لا يم بقرآنه هو الأول والآخر بلونال هو الأول مالت لما نورو مجمر إلى الله سيهون والآخر ما أثدموا لمنور مجرشا إليه الآخر الباقي قالوا الباقي ملك እንደዛው ተመልከቱ የሼክ አህመድ አልመርዙቂ ጥንክርናቸውን ተመልከቱትማ መጀመሪያ ላይ فالحمد لله القديم الأول ያሉ القديم እና الأول ትርጉማቸው አንድ ነው ለመኖሩ መጀመሪያ የሌለው ማለት ነው ከዛስ ምን አሉ والآخر الباقي بلا تحول الآخر እና الباقي ማለት ትርጉማቸው አንድ ነው ለመኖሩ መጨረሻ የሌለው ዘላለም ነዋሪ ማለት ነው الأخير ብሎ ማለት እኛ ለመኖራችን መጀመሪያ ያለን መጨረሻ ያለን الله تبارك وتعالى ለመኖሩ መጀመሪያ መጨረሻ የለውም الآخر ብሎ ማለት أي الذي لا نهاية لوجوده الباقي ማለት አሁንም أي الباقي ማለት الأبدي الذي لا ينتهي መጨረሻ የሌለው ጌታ ማለት ነው ዘላለም የሆነ ነዋሪ ማለት ነው ይሄ ደግሞ አላህም በቁርአኑ ነግሮናል ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام የሚላለ ነብዩ عليه الصلاة والسلام ابن حبان በዘገቡት ሐዲስ አቡ ሁረይራ رضي الله عنه ባስተላለፉልን ሐዲስ የአላሁ Subhanahu Wa Ta'ala 99 ስሞችን ሲጠቅሱ ነብዩ عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة 99 ስሞች አሉት